اننا داخلين على سنة جديدة، كل سنة وانتم طيبين وهابي نيو يير عليكم مقدما. فانا قررت الاجندة بتاعة السنة دي. طبعا الاجندة متوفرة في الكشك معروف في بورسعيد جنب السي اي بي في 23. بس قبل ما اوريكم جبت مفكرة ولا سبيس، تعالوا ما اوريكم السنين اللي فاتت كنت بجيب من ماركة ايه. 2020 جبت سبيس، كانت الشكل ده. طبعا كنت بجيب البوكس كامل وكده، بس دلوقتي البوكس بقى غالي جدا يا جماعه، فبقيت بكتفي بالاجنده. ف 2020 جبت سبيس والحمد لله كانت سنه حلوه جدا ولطيفه، وربنا يديمها نعمه يا رب. وان شاء الله نتفائل ب 2023. في 2020 جبنا من سبيس اهي منوره، دي 2020 من سبيس. نخش بقى على 2021. قلت بقى لا لازم اغير. انا جبت اول مره اجيب 2020 جبت سبيس، قلت لا لازم اغير. جبت مفكره اهي، جبت مفكره اهي مفكره. 2021 كان بالنسبه لي من السنين الصعبه جدا جدا، يعني مفكرة. كانت سنين 2021 كانت صعبة جدا بكل ما تحمله الكلمة، بس حرفيا كانت دروس في الحياة كان لازم نمر فيها وتعلمنا منها. ف 2021 قررت ان انا اجيب مفكرة، وبرضو كنت جايبة البوكس بتاعها. كان البوكس حتى لسه البوكس موجود عندي. مفكرة كان الواحد يعني كانت ب 200 جنيه كلها بالبوكس. فدلوقتي لا الاسعار دلوقتي تمام. فالبوكس كان شكله لطيف وظريف. ده 2021 مفكرة بالبوكس، عبارة عن شكل شنطة. تاتا. دخلنا على 2022، والمرة دي لقيت قدريا ما كنتش عارفة اجيب سبيس ولا مفكرة. القدر رحت عند الكشك لان كنت اشتريتها قبل بداية السنة الجديدة بحاجة بسيطة جدا، فما لقيتش غير سبيس. لقيت سبيس الشكل ده، ما كنتش عايزه الشكل ده خالص، بس ما لقيتش ده. كنت ساعتها بقى جبت الاجنده، لان الاجنده الوحيده كانت بقت خلاص بقت ب 150 جنيه، فبقت والبوكس لوحده بقى ب 250 جنيه، فبقى بالنسبه لي اوفر ريتد. وبالنسبه لي انا مش بستخدم غير الاجنده فقط لا غير، او النوت بوك يا جماعه، عشان لو الناس قالت لي مفيش حاجه اسمها اجنده او النوت بوك، انا بحب اقول الاجنده، بحب النوت بوك، بس ايا كان. وبدانا سبيس اهي، ودي سنه 2022. الحمد لله الدروس اللي اتعلمناها في 2021 طبقناها بقى في 2022. كل الدروس اللي اتعلمناها في 2021 الحمد لله اللهم لك الحمد. كانت 2021 قلت لكم قاسية جدا، لكن 2022 كانت فضل الله عليك عظيمة، وكان كرم ربنا لا يعد ولا يحصر، وكانت الأجندة من سبيس. دي أجندة 2022 على فكرة، والله ما بتخلص يعني، لسه مليانة، مع اني بكتب فيها كتير جدا، يعني بكتب فيها بالهبل. كل ده لسه فاضي، طبعا هنستخدمها يعني، مش هنرميها كل ده بالهبل، والله كتير. بس كده، فهم دول أجندات السنين اللي فاتت. يا ترى السنة دي بقى هتبقى سبيس ولا مفكرة؟ يا ترى ايه؟ يلا بقى بينا نشوف السنة دي هنجيب انهي نوت بوك، سبيس ولا مفكرة. عايزه اقول لكم الاسعار غليت جدا 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 جدا. النوت بوك لوحدها بدون اي شيء، اللي بتاعت النوت بوك بتاعت 2023 ان شاء الله، النوت بوك لوحدها ثمنها 200 جنيه، والبوكس كله ثمنه 375 جنيه. فانا جبت نوت بوك حلو قوي كده ب 200 جنيه. الاثنين سواء مفكره او سبيس الاثنين نفس السعر. طيب انت يا روني بقى حيرتينا، خلاص بقى كفايه رغي بقى كتير. انت جبت سبيس ولا مفكره؟ انهي واحده؟ طب قولوا انت، انا جبت انهي واحده؟ مفيش حد عارف يخمن خالص انا جبت انهي واحده. جبت سبيس. طيب هتقولي لي يا روني جبت سبيس يعني كنت تعملي معادله سبيس مفكره سبيس، كنت المفروض بقى السنه دي تجيبي مفكره عشان يبقى واحده 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 واحده. لا بصراحه
عجبتني سبيس ليه؟ علشان السلك ده، السلك ده ممتاز جدا، بتبقي حرة نفسك وانتي بتقلبي يعني. هوريكم اهي، بصي تقدري تعملي كده كده براحتك، بصوا. فالسلك ده تحفة جدا جدا بصراحة. بصوا كده تكتبي كده، تكتبي كده، دي كده. فالسلك ده ممتاز ممتاز ممتاز، وبيحافظ على عمر الورق وبيحافظ على عمر النوت بوك لو انت عايزه تحتفظي بيها فيما بعد. لان انا بكتب في النوت دي، يعني في النوت بوك دي بكتب فيها نوتس مهمه جدا في شغلي وفي اي حاجه التاسكات بتاعتي او اي حاجه، فانا برجع لها ليا كريفرنس. فبالنسبه لي السلك ده بيحافظ على عمر النوت بوك، على عكس النوت بوك لما تبقى كده لا، ممكن تبوظ، ممكن تتبهدل، ممكن تتقطع، ما اعرفش. بس انا حبيت السلك اكتر من الطريقه دي. كده جبت برضو سبيس السلك، استنيتها كتير جدا لان ما كانش نزلت السلك دي لوحدها، كان نزل منها البوكس لكن كهي نوت بوك بس لا، كانت قعدت مده كبيره جدا عقبال ما نزلت في الكشك فرع بورسعيد. هي دي بس دي الاجنده اللي انا جبتها السنه دي. اجندة سبيس 2023 بينك بقى وبير بقى وحاجات لطيفة كده. فان شاء الله تطلع حلوة وظريفة وتطلع سنة جميلة ولطيفة، وربنا يا رب يرزقنا كل الخير فيها بإذن الله. وقولوا لي بقى في الكومنتس انتوا كمان جبتوا الاجندة بتاعتكم سبيس ولا مفكرة زي، وهل برضو اشتريتوا البوكس ولا عملتوا زي اشتريتوا النوت بوك بس؟ يلا هستنى الكومنتس بتاعتكم، وهابي نيو يير عليكم يا حلوين. روني المصري شكلها حلو والله، عسل قوي.